أهلا ومرحبا بكم. اليوم عاوتاني غادي ندويو على واحد الموضوع جد شيق، وهو عن جسم الإنسان. جسم الإنسان هو أهم حاجة غادي نتكلمو عليها في هاد الفقرة ديال الأجسام. علاش؟ لأن الإنسان هو محور الموضوع ديال القناة، أي كنمشيو بالتدريج حتى نوصلو للوعي الإنساني، ومن بعد غادي نتعمقو في أمور جد كبيرة متعلقة بالوعي. ولكن اليوم غادي نتكلموا على الجسم الإنساني، يعني الخلايا وأعضاء الإنسان، ودور هذا الجسم هذا في ترقية الوعي. نبداو دابا. أولا غادي نتكلموا عن أعضاء الجسم. يعني الجسم البشري متكون من عظام ولحم ودم وخلايا وهرمونات وجهاز عصبي وجهاز هضمي وجهاز تنفسي، يعني أمور ضرورية لكي يكون هذا الجسد حي. يعني أمور تخص بالحياة. يعني هاد الأعضاء وهاد الأجهزة كتمكن من أن الجسد يبقى حي، يتنفس ويأكل الطعام ويتغذى. هذه أمور تساعد في بقاء صيرورة الجسد، وهذه الأشياء ضرورية فقط للجسد المادي، وهي أشياء مهمة. يعني الجسد الإنساني أو البشري نفسه نفس أجساد الحيوانات. يعني نشترك في الحيوانية مع الحيوان، يعني نأكل ونتنفس ونتكاثر، يعني أشياء مشتركة. ولكن الشيء الذي يفرق بين البشر والحيوانات هو ما سنتكلم عليه في المستقبل. ولكن هذا الجسد هذا ضروري، يعني في رحلة الوعي. يعني ضروري أنك تهتم بهذا الجسد. يعني بدون هذا الجسد ما يمكنش أنه يكون مثلا التأمل دور مهم، لأن بدون تأمل هذا الجسد، يعني التأمل الجسدي، لازم أنك تركز على الجسد تاعك. يعني أنفاس، تأخذ أنفاس شهيق وزفير، وتلاحظ حركة الجسد في كل لحظة آنية. يعني تكون واعي بالمكان. هو جاء الدور ديال المواضيع السابقة، يعني أنك تكون حاضر في المكان، وأن تراقب الزمان الحالي في كل لحظة آنية، مع كل نفس تأخذه، كل شهيق وزفير، وتلاحظ أعضاؤك وتلاحظ حركة الأعضاء. يعني من دون هذا الجسد هذا، يعني في الثقافة اليوغية أو الثقافة التانترية، يعني هذه الثقافة الهندية تركز على أن الجسد هو المعبد المقدس الأزلي. يعني هو شيء مهم ضروري. يعني ضروري أنك تحول الوعي والمراقبة إلى هذا الجسد هذا. يعني بدون جسد ما يكونش أصلا شي حاجة سميتها تأمل أو وعي، يعني أنك تكون وعي محض، pure consciousness. يعني إلى حين هذا الجسد عليك تكون جوهر، يعني يبقى الجوهر وهو الروح أو الكونشسنس. يعني الجسد باش انت دابا كتقلب على أنك تكون واعي، ولكن ما غاديش تكون واعي إلا إلى راقبتي هذا الجسد، وأنك تعرف أنك كتخوض تجربة أرضية بهذا الجسد هذا. يعني الجسد هو التجربة الأرضية الحقة ديالك. يعني بدون هذا الجسد يعني ما يكونش أي معنى أنك تقلب على الحقيقة، أو أنك شكون انت أو منين جينا. يعني هذا الجسد هو باش طاير الفيلم كامل. يعني هذا الجسد ضروري جدا. يعني غادي نعطيكم واحد التأمل خفيف لكي تساعد
نفسك عن لكي تقلب على ديك الحالة ديال السرمدية ديالك اللي قلت لك دابا، انك تحاول تراقب الانفاس تاعك. يعني تجلس بوضعية مريحة وتأخذ الانفاس، شهيق ثم زفير، وتلاحظ هذا الهواء كيطلع وكينزل. بقى في هذه الحالة هذه أقصى مدة ممكن، يعني 5 دقائق أو 10 دقائق. المهم تركز فيها على الأنفاس، ومن بعد ما تركز على الأنفاس وتحس بالراحة، حاول تراقب هاد الأعضاء. راقب رجليك، ثم كتطلع رجليك، البطن، الصدر، الرقبة، الرأس، وهكذا، تا تحس بواحد الانغماس في مراقبة الجسدية ديالك. يعني من هنا وتبقى في هذيك الحالة، تحاول أنك تراقب الجسد أقصى مدة ممكنة، تتحس أن هذا الجسد كيختفي، وتبقى في هذيك الحالة توصل واحد المرحلة أنك غادي تحس أنك ماشي جسد. ولكن هذه المرحلة متقدمة، غادي نوصلوا ليها مستقبلا إن شاء الله، وغادي نتعمقوا عليها، وغادي نعطيكم بعض التأملات تساعدكم في إدراك هذيك الحالة اللي قلت لكم أنكم جوهر. فهذا ما كان في هذا الفيديو هذا. لاحظتوا راه بدينا كنتقدموا في المواضيع، يعني غنبداو نوصل لمراحل متقدمة. ولكن غدا غادي نتكلم على التناقضات اللي كاينين في هذا الكون هذا المادي، يعني اختلاف النهار والليل، البرودة والحرارة، وهكذا. إلى عجبكم الموضوع ديال اليوم، ديروا لايك أو تعليق، ونتلاقى معكم في فيديو جاي. مع السلامة.